بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد القرآن أحسن الحديث، انطلاقا من قول ربنا عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. السلام على سيدي أمير المؤمنين. الله أسأل أن يطيل بقاءكم ويزيد دولتكم بكم توطيدا، ويعز قطركم وسائر أسرة لهم نسب النبي شهيدا، نسب كأن عليه من فلك الضحى ضوءا، ومن نسب كأن عليه من نور الضحى ألقا، ومن فلك الصباح عمودا. صلى عليه ذو الجلال وآله والصحب ثم له السلام مزيدا. الحمد لله حمدا كثيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عنوان الدرس هو أحسن الحديث، وأحسن الحديث القرآن. وانطلاقي من الآية: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآية من سورة الزمر، وهي السورة 39 في القرآن، وفيها 75 آية بالعدد الكوفي و72 آية بالعدد البصري. والآية التي ذكرتها هي 23 في العدد البصري، 23 في العدد الكوفي، 22 في العدد البصري. هذا. والسورة مكية، نزلت بحسب ما في هداية الرحمن إلى ألفاظ وآيات القرآن بعد سورة سبأ. ولكن الفقيه محمد بن عبد الله المدني من فقهائنا قال إن الاختلاف كثير في سور، منها يونس والحجر والنحل والكهف، ولذلك هو أضرب عن ميعاد نزولها، ولكنها مكية واستثنيت منها آيات، منها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن فيها اختلافا، لكنهم اتفقوا على أن الآية 53، الآية
يا أيها الذين قل يا عبادي الذين آمنوا، أو قل يا عبادي الذين آمنوا على حسب القراءتين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية والآيات التي بعدها قالوا إنها مدنية، وبعضهم قال إلى آخر السورة، ويعضد ذلك ما في الآيات من تناسب. وهذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذه الآية نزلت بالمدينة، لأن وحشيا قاتل حمزة خاف على نفسه من الذنوب وتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأت عليه هذه الآية. وهذه الآية أرجى آية في القرآن، ولكنها لا تغفر الذنب لمن أشرك، بدليل أنه قال قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، ثم جاءت هذه الآية من بعد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فالذين آمنوا حذفت، لأن المخاطب ها هنا هو المؤمنون، وإذ هم آمنوا فهم غير مشركين. هذا ما لزم قوله في التقدمة. ثم بعد ذلك نصير إلى شيء من التفسير. بدأ بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث. الجملة اسمية، ابتدأت الجملة اسمية لأن المراد التنبيه على أن هذا القرآن من الله. لو قال نزل الله تكون الإشارة إلى أن التنزيل حصل من الله، المعنيان متقاربان، ولكن البدء بسم الله يؤكد معنى أن الكلام من الله، وهذا هو المقصود في هذا الموضع. الله نزل أحسن الحديث، واستعمل كلمة نزل لأن فيها شدة، لأن الوحي شديد. في حديث الحارث ابن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية نزول الوحي، فقال له أحيانا كصلصلة الجرس، وهو أشده عليه. وعلق ابن حجر وهو الشارح على هذا قال الوحي عن ابن عباس الوحي كله شديد، وهذا هو ظاهر. الله نزل أحسن الحديث، ولذلك كلمة نزل جاءت مضاعفة. الحارث بن هشام هو أخو أبي جهل بن هشام، فر منه في يوم بدر، ولذلك عابه حسان بن ثابت وقال ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام. فرد عليه الحارث وقال والله إني ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي، وشممت ريح الموت من تلقائهم، وعلمت أني إن أقاتل أجهدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل، ولا يضرر عدوي مشهدي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصد. هذا ذكرناه لنتم الخبر عن الحارث بن هشام. فهذا ما كان من خبر الحارث بن هشام ومن شدة الوحي ونزوله. سيبويه في كتابه زعم أن أبا عمرو، وأبو عمرو هذا من كبار اللغويين، يفرق بين نزل وأنزل. الحقيقة نظرنا في كتاب سيبويه فوجدنا بابا له يقول افتراق فعلت وأفعلت، وذكر في باب هذا الافتراق قول الله تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك في سورة يوسف. قال لو قال عربي وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لم يقل قالت هيت لك، ولكن قال لو قال عربي وأغلقت الأبواب كان عربيا جيدا. ثم استشهد بقول أبي عمرو بن العلاء، بقول الفرزدق يمدح أبا عمرو بن العلاء ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار. الفرزدق شاعر ذكي للغاية،
أبو عمرو له رأي في هذا، وهو أننا إذا نظرنا في القرآن وجدنا أنه يقول كذبوا واستكبروا، الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ولكن في حفص لا تفتح لهم. في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وكذلك قراءة ورش، ولكن حفص يقرأ وفتحت أبوابها. فالحقيقة هما بابان، باب فعل وفعل، فكل فعل يمكن أن تكون فعل للتكثير، أقول مات الناس وموتوا، ولكن فعل وأفعل بينهما فرق. وسيبويه استشهد ببيتي الفرزدق في المحلين، والفرزدق كأنه يريد أن يقول لأبي عمرو الرأي ليس برأيك، ما زلت أفتح أبوابا أغلق أبوابا وأفتحها، لأن الوجه على رأي ابن عمرو أن يقول أغلق أبوابا وأفتحها، ولكنه قال ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها. والراجح أن أبا عمرو يفرق بين أنزل ونزل فقط، لا بين الأشياء الأخرى، ولذلك في كل القرآن يقرأ بالتخفيف في المضارع إلا في موضعين: إن الله قادر على أن ينزل آية وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن الله قادر على أن ينزل آية في سورة الأنعام، وما ننزله إلا بقدر معلوم في سورة الحجر. الله نزل أحسن الحديث كتابا، أحسن الحديث أي الحديث الحسن، لأن كلام الناس لا يوازن بكلام الله، لا نقول هذا حسن وكلام الله أحسن منه، فأحسن ها هنا بمعنى حسن جدا، وهذا الاستعمال كثير في العربية. قال الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة. والمؤذن في الصلاة يقول الله أكبر، ليس معناها أن الله أكبر من الناس أو من مخلوقاته، ولكن معناها أن الله كبير جدا. فأحسن ها هنا معناها حسن جدا، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، في نفس السورة. ما معناها يجزون بالأحسن أما الحسن لا يجزون عليه، ويجازى الأسوأ أما السيء لا يجازى عليه. هو في الواقع أسوأ معناها سيء، ها هنا سيء جدا، والحسنات يذهبن السيئات، ولذلك جاز أن التكفير يكون لكل شيء، لكل السيء، ما يكون سيئا جدا وما يكون دون ذلك في السوء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. وفي سورة آل عمران التشابه مذكور بمعنى أن يكون في الأمر التباس وغموض. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أبو عبيدة في كتاب المجاز ذكر هذا الموضع وأشار إلى أن المتشابه هو الذي يقوي بعضه بعضا، ويدخل في المتشابه أوائل السور وأمثال حاميم وأمثال ألف لام را وأمثال حاميم عين سين قاف وأمثال والذاريات ذروا والمرسلات عرفا هلم جرا. هذا كان يسأل عنه، كان بعض المسلمين في أوائل الأمر ممن قد تداخلهم الريبة أو يريدون أن يمتحنوا الصحابة يسألون عن هذا. يذكر أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب ما الذاريات ذروة، وكأنه أراد أن يعجزه في هذا، ويسألون عن أشياء كثيرة من هذا النوع. من هذا الباب نافع بن الأزرق وهو من شيوخ الخوارج كان يأتي عبد الله بن عباس ويسأله
وربما انتقده، فقال له مرة: لماذا طلب سليمان الهدهد؟ فقال: لأن الهدهد قناع، أي يرى الماء تحت. فقال له: كيف يا وقاف؟ الولد يضع الشرك ويقبض الهدهد. فقال له سيدنا عبد الله بن عباس: إذا وقع القدر عمي البصر. وسأل نافع بن الأزرق مرة أخرى، وذكره البخاري في سورة فصلت، وأشار إليه بأنه رجل، أن رجلا سأل ابن عباس قال له: إن الله عز وجل يقول: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويقول في موضع آخر: ثم لم تكن فتنتهم أو فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فقد نطقوا، كيف نتجاوز هذا التناقض؟ فقال له ابن عباس: إنهم منعوا الكلام ونطقت جلودهم. وبعدين لما نطقت جلودهم وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ فانصرف ابن الأزرق. وأنا ذكرت هذا لأن في هذه الآية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالجلد حساس وقد يحس قبل أن يلج الأمر في العقل، والجلد مقتل، إذا احترق جزء كبير من الجلد فإن صاحبه يموت. ولذلك ابن عباس نبه نافع بن الأزرق إلى أن الجلد يتكلم يوم القيامة عندما يصيب الخرس سائر الأعضاء. وهنا تقشعر جلودهم، تقشعر معناها تتقبض، مكونة من كلمتين، من قشع أي زال، وشعر أي عرف، فتقبض الجلد لأنه أحس بشيء يخيف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم. وإذا القلب خاف فالجلد ينفعل بانفعال القلب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لين الجلد جاء قبل القلوب، لأن الإنسان شعر بارتياح فلان الجلد وانشرح القلب للإيمان. ذلك هدى الله، أي لين الجلود واقشعرار الجلود من مخافة الله، ذلك هدى الله، هذا هو سبيل الهداية. أو ذلك ترجع للقرآن، الكتاب الذي فيه هذا هو هدى الله، يهدي به الله من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولا نريد أن نتحدث عن الهداية والضلال والرشاد، لأن هذا باب واسع، وكل ما نستطيع أن نختصره فيه هو قول اللقاني: وليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. الإنسان مخير في بعض الأمور، وواع يدرك ما يفعل في بعض الأمور، وفي بعض الأمور وكان أمر الله قدرا مقدورا. الآن ننتقل إلى أحسن الحديث. القرآن أحسن الحديث لأسباب كثيرة، منها ما قاله البوصيري حيث قال: آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان، وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم، دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. البوصيري قال: آيات حق من الرحمن محدثة. محدثة أي جاءت حديثا، جاءت جديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين وهو خاتم النبيين، ولكنها لأنها كلام الله فهي من علم الله، وعلم الله قديم، وعلم الله من صفات الذات لا يغايرها
ولا يلابسها، وهذا باب من التوحيد لا نريد أن نخوض فيه الآن. وإنما قال اللقاني مرة أخرى: متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. والبوصيري جمع هذه الأشياء في قوله ها هنا: آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان، وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. لم تقترن بزمان لأنها متصلة بالله، والله لا يوصف بالزمان. وللغزالي رحمة الله عليه في هذا الباب كلام واف شاف، لأنه أنكر الزمان وقال إن الزمان نسبي. هذه الكلمة لم يخترعها أينشتاين، هي موجودة في تهافت الفلاسفة للغزالي. قال الزمان نسبي، وتكلم عن نسبية الزمان، وأظن كلتا الكلمتين وردت في كلامه، نسبي ونسبية. ومن هذه الجهة كلام البوصيري صحيح. هنا نريد أن نقف وقفة عند أحسن الحديث هذه. المشركون الذين لم يؤمنوا ومنهم من عاد النبي صلى الله عليه وسلم اعترفوا بأن القرآن أحسن الحديث وبأنه جميل غاية الجمال. الأخنس بن شريق وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام كانوا يلتمسون أماكن في الليل يختبئون فيها يسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فطن بعضهم لبعض تلاوموا. أما أبو جهل فكان صريحا في كلامه، قال: أنفقنا وفعلنا وفعلنا نحن وبنو عبد مناف، والآن يقولون منا نبي يكلم من السماء لن نؤمن به أبدا. خبر آخر: عتبة بن ربيعة، وكان من كبار قريش وكان من سادة ملئهم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه سورة فصلت، فلما رجع إلى ملأ قريش قالوا إنه جاءكم بغير الوجه الذي خرج به، ثم سألوه فطلب منهم أن يخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فلم يقبلوا منه ذلك. النضر بن الحارث من صناديد قريش قال: إن القرآن ليس بكهانة وليس بسحر، ولكنه كلام جميل. ثم جلس ناحية من الكعبة يقص على الناس قصص إسفنديار ورستم وأخبار أساطير الفرس، وقال: إنما القرآن أساطير الأولين، فأنا أخبركم بأساطير الأولين. وهو كان من أشد الكفار كفرا، ولقي مصرعه بعد بدر الكبرى. ولكن المهم في الأمر أنه قص قصصا يعدها من أساطير الأولين، ولذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أي سبب حسن القرآن أنه وحي، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه صحيح وصدق. أما الذي جاء به النضر بن الحارث فهو تلفيق وأساطير. الوليد بن المغيرة وهو عم أبي جهل كان داهية من دهاة قريش، قال لقريش: إن هذا الموسم أظلكم، والناس سائلوكم عن صاحبكم هذا، فما أنتم قائلون فيه؟ لا تقولوا أقوالا يكذب فيها بعضكم بعضا أو يخالف بعضكم بعضا. قالوا له: يا أبا عبد شمس قل أنت ونحن نأخذ بما تقول. فقال لهم: لا، بل قولوا أنتم وأنا أعلق على ما تقولون. فقالوا له: نقول ساحر. فقال لهم: نحن عرفنا السحرة، وهذا ليس بنفسهم ولا عقدهم ولا بطريقتهم. فقالوا له: نقول كاهن. فقال لهم: هذا ليس بسجع الكهان ولا بحركاتهم. فقالوا له: نقول شاعر. فقال لهم: قد عرفنا الشعر مقبوضه ومبسوطه وأوزانه، فهذا ليس بشعر. فقالوا له: ماذا نقول؟
فقال لهم إن لقوله حلاوة لحلاوة، وإن أسفله لعذق. العذق هو جذع النخلة، كأن جذع النخلة في الماء ولذلك تكون مخضرة وطيبة. أو لغدق، وإن أسفله لماء غدق يروي الشجر. وإن أعلاه لجناه، له عروق داخلة في الماء وله جناه. وإن أقرب ما تقولونه فيه، تقول هذا رجل جاء بقول هو السحر يفرق به بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته هلم جرا. فخرجوا بقوله هذا الرجل موصوف في كتاب الله، ذرني ومن خلقت وحيدا، في الآية في سورة المدثر قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. لاحظ الوصف في القرآن وصف لرجل داهية باقعة يعرف كيف ينتقد. ومعاصرون الآن يتكلمون عن العرب أنهم كانوا بسطاء وكانوا سذجا وكانوا لا يعرفون النقد، وهذه الآية تكذبهم. هذه الآيات تكذبهم لأنها تصف لنا شخصا فكر وقدر ثم خلص إلى أن ينفي عن القرآن أنه كلام الله وأن يقول أنه سحر لفظي. بهذه المناسبة أنا مدرس أدب وأستغرب جدا من النقاد المعاصرين ينكرون مقدرة الأوائل، مع أنه لا توجد كلمة من استعمالات من اصطلاحات النقد في اللغة العربية إلا أصلها جاهلي. يقولون شاعر فحل. خبرتنا السيرة أن مطرودا الخزاعي رثى أحد رجال قريش فقال يا ليلة هيجت ليلاتي إحدى ليالي الشجيات، فقالوا له لو جئت بأفحل من هذا كان أحسن، فقال لهم أمهلوني. ثم جاءهم بعد أيام بقصيدة فخمة فيها يا عين فابكي أبا الشعث الشجيات يندبنه حسرا مثل البليات، وهي قصيدة طويلة. فقالوا له الآن قال الشاعر يا جفنة كإزاء الحوض قد هدموا ومنطقا مثل وشي اليمنة الحبارة. يقولون هذا وشي كلام، هذا كلام محبر، هذا كلام سلس، هذا ينحت من بحر يغرف من بحر، هذا ينحت من صخر، هذا طيلسان طبري، هذا متكلف، هذا مطبوع. كل هذه العبارات من صناعة القدماء لم يزد المحدثون عليها شيئا. فهؤلاء الذين كانوا يضربون القباب للنقاد ويكرمونهم لم يكونوا سذجا، وإنما السذج نحن لأننا ننسب إليهم ما لم يكونوا عليه. هذا ينتقل بي إلى أمر يتصل بأحسن الحديث، وهو أن القرآن تحدى الكافرين، طلب منهم أن يأتوا ب10 سور مثله مفتريات فعجزوا، ولكنهم لم يقروا بالعجز فاستنفروا الشعراء جاءوا بهم ليتحدوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. تخبرنا السيرة أن لبيد بن ربيعة جلس في الكعبة وأنشد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال له عثمان بن مظعون رضي الله عنه صدقت. ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له عثمان بن مظعون كذبت نعيم الجنة لا يزول. فغضب لبيد وقال يا قريش متى حدث فيكم مثل هذا، وتنمر الناس على عثمان بن مظعون. هذا الخبر أهميته أنه يرينا أن شعراء العرب جعلوا يقلدون القرآن. الأعشى حدثنا عن مأرب وعن عاد وعن ثمود. أمية بن أبي الصلت نظم عن الملائكة الذين يحملون العرش وعن أشياء كثيرة، ولكن كلامهم كان متكلفا مغسولا ليست فيه الحرارة وليست فيه روح الوحي. الأعشى لأنه شاعر مطبوع شعر بهذا
وأراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، فتعرضت له قريش وقالت له: بيننا وبين هذا الرجل هدنة، وهو يحرم الخمر وأنت تحبها، فإلى عام قابل، وأعطوه 100 من الإبل، فأخذها ومات، لم يكتب الله له أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم على يديه. والمعري في رسالة الغفران أدخله الجنة بنيته، الجنة التي صنعها المعري في رسالة الغفران. هذا ينبغي أن ينبهنا إلى أن العرب في الجاهلية قبل أن يسلموا قلدوا القرآن وحاكوه، وكثير من علماء الأدب الآن ينكرون هذه القصيدة لأنهم يرون فيها ذكر الجنة والنار، وينسون أن الشعراء عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يصنعوا أشياء مثل القرآن وعجزوا. ثم بعد ذلك حاول المتنبئون أن يصنعوا قرآنا، ولكنه لم يوحى إليهم، فصنعوا أشياء غثة مثل: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، مثل: يا ضفدع بنت ضفدعين علامة تنقين تنقين للماء تكدرين، واليمامة اليمامة دفوا دفيف الحمامة. وقيل لهم هذا كلام غث، فقال أحد دهاتهم: كذاب ربيعة خير عندنا من صادق مضر. أي هم لم يكن غائبا عنهم أن هذا التقليد للقرآن غث. ثم ثبت الناس على الإيمان وعلى قراءة القرآن، وتعلموا منه النحو وجودوه وعدوا آياته وعدوا حروفه وأقبلوا عليه كل الإقبال، حتى مما يذكر من باب المؤانسة في هذا الباب أن الحجاج بن يوسف كانت له زوجة فصيحة يقال لها هند بنت أسماء بن خارجة من سادات العرب، فقالت له مرة وغاضبته: نزعك الله كما نزع كلا من نصف القرآن. فقال لها: كيف عرفت ذلك؟ قالت له: من تلاوتك. قالوا إن الحجاج كان يقرأ ربع القرآن في كل ليلة، فلا ندري صحة هذا الخبر. هذا بعد الفترة الأولى في الإسلام تعلم العرب وافتنوا، ومما تعلموه جعلوا يتفلسفون، فتفلسف بعضهم وقال إن العرب كانوا قادرين على أن يصنعوا مثل القرآن ولكنهم صرفوا عنه. هؤلاء هم المعتزلة، جاءوا بمبدأ اسمه مبدأ الصرفة، أي صرف الناس عن تقليد القرآن. هذا المبدأ لم يقنع حتى أحد رجال المعتزلة وهو الجاحظ، فخرج منه إلى القول بأن القرآن معجز بنظمه. كلمة النظم غير موجودة في القرآن، والنظم هو معناها الترتيب، والنظم يوجد في العقود. قال الشاعر يتغزل: إذا هن ساقطن الحديث كأنه سقاط جنى المرجان من كف ناظم. والحبل أو الخيط الذي تنظم به الخرزات يسمى نظاما. فأقبل البلاغيون يفكرون في النظام والترتيب الذي جاء به القرآن. هذا العمل من عملهم جيد للغاية، لأنه أرانا أصنافا من البديع وأصنافا من البلاغة، ولكنه لا يوصلنا إلى معرفة بلاغة القرآن، لأن بلاغة القرآن ليست بشيء آلي، إنما هي شيء يصل إلى القلب. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالكلام يخرج من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلوب المؤمنين. لذلك القرآن شفاء، لذلك القرآن دواء، لذلك القرآن علاج، لذلك وجد فيه الناس أشياء كثيرة جدا. مثلا إذا ضاع منك شيء وقرأت والضحى والليل إذا سجى ربما تجد ذلك الشيء. إذا قرأت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وأنت مسافر يدخل في قلبك نوع من الأمان على هذه الدار التي خلفتها. إذا قرأت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى في آيات وحدث لشخص إغماء وقرأتها عليه
فإنه مجرب أن ذلك الشخص سيفيق من الإغماء. فالقرآن فيه روح من الله لأنه كلام الله، هذا هو سر إعجازه، ليس الترتيب والنظام للكلمات هو سر الإعجاز. من هذه الناحية مع الاحترام الشديد له أخطأ ابن الباقلاني وأخطأ عبد القاهر الجرجاني، كلاهما. حتى عبد القاهر يستشهد بالقرآن بأشياء جيدة جدا، فإذا جاء للشعر استشهد بأشياء غثة للغاية، مثل وجداول مثل السيوف، وجداول مثل السيوف لها سواق كالمبارد، الصورة حسية ولكن ليست جميلة. فهذا لا أستطيع أن ألجج فيه الآن، وقد خبرت أن الزمن 40 دقيقة وما زال أمامي كلام كثير، ولكن مع كثرة الكلام الإسفاف، ولا أريد أن أسف، وأريد أن أختم كلامي عند هذا القدر، والتمس من سيدنا أمير المؤمنين بعد أن ندعو له بطول العمر وبأن يكون في داره العمران وفي ديار المسلمين عامة، ندعو له الله أن يسدد خطاه وأن يسدد خطى أهل المغرب جميعا، وأن يسبغ علينا فضله. ويا سيدي لك الختم. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.